نشرت صحيفة ديلي ميل تقريرا للصحفية عائشة، وهو اسم مستعار، تتحدث فيه عما عاشته أثناء تصوير سري حول نشاطات المتعاطفين والمتعاطفات مع تنظيم الدولة، وشارك فيه أحد المنفذين هجوم لندن قبل أسبوعين. وتقول عائشة في تقريرها الذي ترجمته عربي 21 إنها عندما شاهدت صورة خورم بات يحدق بي من الصحف في الأسبوع الماضي، حيث تمت تسميته بأنه واحد من القتلة الثلاثة في الهجوم على جسر لندن، شعرت بالصدمة. وتضيف: أخذني إلى ذلك اليوم قبل عامين عندما صورته بكاميرا خفية حيث وقف محتجا أمام مسجد ريجنت بارك في لندن، وكان يرتدي الثوب وغطاء الرأس. وتتابع الكاتبة: كنا فريق تصوير سريا لنصنع فيلما لحلقات ديسباتيشن للقناة الرابعة، وركزنا ليس على بات وزملائه الإسلاميين، لكن على جماعة غير ظاهرة، وهي الأخوات، وهن النساء اللاتي يشتركن مع آرائهن المنحرفة، وعلى خلاف الذكور فإن النساء لا يعبرن عن مواقفهن إلا خلف الأبواب المغلقة أو من خلال الإنترنت. وتعلق عائشة قائلة: إن خوفي العظيم الآن أن تقوم إحدى النسوة التي راقبت عملية غسيل دماغهن أو أحد الأطفال الذين كانوا يلعبون حولنا، حيث تم إطلاق الصراخات المليئة بالكراهية بقتل الأبرياء مثل ما فعل بات. وتقول الكاتبة: لم أهتم كثيرا به في ذلك اليوم في تموز يوليو 2015 عندما كان يوزع منشورات متطرفة على المصلين الذين كانوا يخرجون من صلاة الجمعة، لكن أحداث الأسبوع الماضي جعلتني أتذكر الدعاية المقيتة التي كان ينشرها بالطريقة ذاتها التي كانت فيها النسوة تتبعها، كما اكتشفت لاحقا. وتشير عائشة إلى أن هؤلاء كانوا من جماعة المهاجرين المحظورة التي تم القبض على زعيمها السابق أنجمة شاودري، لكنهم لا يزالون يعملون دونها. وما أكثر من ذلك هو أن من تقود هذه المجموعة هي زوجة نيت شاودري الذي حكم عليه بالسجن منقوط بسبب تأييده تنظيم الدولة، وهي روبا نيت شاودري. اليوم الأحد إن تراجع مخزونات النفط الخام سيتسارع في الأشهر 3 إلى 4 المقبلة. وأضاف الفالح متحدثا للصحفيين في أستانة عاصمة كازاخستان أن بلاده ستزيد الصادرات إلى الولايات المتحدة في المدى الطويل. وقال خلال مؤتمر صحفي: السوق الأمريكية ستظل مهمة لنا، وسنواصل في المدى الطويل زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تتلقى إمدادات جيدة في الوقت الحالي. من جهته قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر إنه لا توجد حاجة إلى إعادة النظر في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، لأن من السابق لأوانه أخذ أي قرار